قدام مناظره، تعال ناظرني انا، مو بس انتم تكتلوا الشعبي وعلى راسكم عباس الشعبي، يبوا تعالوا كلكم كلكم قعدوا قبالي. يجرؤون؟ ما يجرؤون. وثاني شيء عباس الشعبي، انت لو تلاحظ اختفاء الغريب في الوقت، يعني ما ندري احنا وين عباس الشعبي، ليش اختفى فجأة عن الساحة السياسية او القيادة اللي كان يقودهم فيها. يعني كنا احنا نعرف يمكن كان مسافر يعني، او رجل يمكن مشغول يعني. ما اعتقد والله، يعني دوره مهم، لانه هو من الناس اللي عباس الشعبي له دور كبير في اسقاط رئيس الوزراء، وهو قائدهم اعتقد، وهو الحارس الشخصي لهم في جميع مناسباتهم. وعباس الشعبي يعني له تواجد اعلامي كبير احنا كنا نشوفه، وله هتافات الصراحه، يعني وان كانت مكسره لكن لها صدى. يعني عباس الشعبي انا مستغرب، يعني وان كانت اللهجه عنده مكسره الا انه كان صراحه لا تاثير على جمهورهم. وين اليوم؟ وين اليوم عباس الشعبي؟ انا واحد من الناس الصراحه افتقدته، لان عباس الشعبي انا اعتقد من ظاهر تحبه وايد، لانه من الناس، انا اعتقد انه اعقل واحد في التكتل الشعبي، وهو من يقودهم. عرفت؟ لانه هو يقودهم، لذلك انا افتقدت حتى الروح المعنويه حق الجمهور اللي يصفقون، تلقاهم اليوم هبطت لدرجه انك ما تشوف الانفعالات. عباس الشعبي مو موجود، يعني حتى شكل مسلم البراك، عم السعدون بدون عباس الشعبي وراهم تغيرت الصوره.